مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نعمل أطيب حلو عيد بنعمل بحمص، وهو قراص العيد الحمصي. تعالوا نشوف الطريقة الأصلية لتحضيره. أول شي ببدأ بتجهيز المي والسكر. عندي هون كاستين مي سخنتن شوي وضفت عليهم 4 كاسات سكر وبحركن حتى يدوب السكر تماما، وبشيلن على جنب وببدأ بالخطوة الأولى للعجينة. أنا هون عم أعمل عيار، عندي 3 كيلو طحين، بعمل بقلبن حفرة لأضيف السمنة والزيت. 3 كيلو طحين بيحتاجوا كيلو سمنة عربية يعني سمنة غنم، و3 أرباع الكاس من الزيت النباتي. ظرف خميري تقريبا 10 غرام من الخميرة ومعلقتين محلب كبار. وببلش اخلط السمنة مع الطحين بهالشكل حتى يتشبع كل الطحين السمنة. نحتاج كمان رشة ملح صغيرة. بالخطوة اللي بعدها بضيف المي والسكر اللي كنت مجهزتهم، وبعجن العجينة حتى تتماسك وتختلط المكونات كلها مع بعض. خلص عجن بنغطي العجينة ونتركها ترتاح ساعتين تقريبا قبل ما نبلش شغل فيها. بعد ما ريحت العجينة ساعتين اخذت قسم منها وتركت الباقي مغطى. مديته بين قطعتين نايلون لتسهيل عملية المد، والسماكة انتو بتحددوها حسب رغبتكن. انا بحبه وسط لا سميك ولا رقيق، وبتقطعوه بالحجم اللي بدكن اياه. انا هون قطعته بحجم وسط كمان. شوفوا هاي هي السماكة اللي بدي اياها. جهزتهم بصينية الخبز، وهلأ صار وقت التزيين. طريقة التزيين بترجع لكم، بس ضروري نعمل ثقوب بالعجينة حتى ما تنفش معنا. هي بالأساس إلها أداة خاصة اسمها منقش، بس مو متوفرة خارج سوريا. رح زين بشكل الدائرة والوردي بالبداية، وبعدها رح أعمل ثقوب بواسطة الشوكة. هاي أول صينية صار جاهزة للخبز. بخبزها على درجة حرارة 250 من فوق ومن تحت مع المراقبة. هاي بعد الخبز صار القراص جاهز. بتحمروه بالدرجة اللي بتفضلوها. أنا بحبه يكون ذهبي فاتح شوي. وهيك أطيب حلو عيد حمصي صار جاهز. شوفوا قديه هش والريحة بتاخد العقل. واللي ما بيعرفوا يجربوا وما بيندم، وصحتين وهنا.